هو أنا ليه حياتي بتتدمر قدام عينيا ومش عارفة أوقفها؟ هو أنا ليه بتألم بكل الألم ده ومش حاسة أنا رايحة فين؟ نفسي حد يقتلني واخلص، نفسي أرتاح من دنيتي. القصة وما فيها بتحكي وبتقول: أنا بنت عندي 21 سنة، كنت زي كل البنات، بلعب وبهيص وكل عايشة حياتي بالطول وبالعرض. مصيبتي السودة إن أنا وكنت في إعدادي كنت بمارس العادة السرية، كنت بلعب مع العيال الصغيرة اللي هما زمايلي الصبيان، وما كانش في دماغي أي حاجة، وما كنتش أعرف يعني إيه غشاء بكارة، ولا كنت أعرف يعني إيه عادة سرية. لحد في يوم عملت علاقة كاملة مع شاب كان أكبر مني بسنة، وما كنتش أعرف يعني إيه في علاقة كاملة يعني كده. ما كنتش أعرف إن أنا ممكن غشاء البكارة بتاعي يتفض. بس بعد ما خلصت العلاقة دي لقيت نقطتين دم نزلوا مني، فما جتش في بالي، قلت عادي وإيه يعني، يمكن اتعورت. ما كانش ليا أم تنصحني وتعرفني إيه الصح والغلط. أم طول عمرها عايشة لمزاجها ولنفسها والبس، أهم حاجة تلبس، أهم حاجة تتمكيج، أهم حاجة تتمنظر، وأنا ولا في دماغها. عمرها ما فكرت في يوم إن هي تقعد معايا وتفهمني يعني إيه غشاء بقارة، يعني إيه عادة سرية، يعني إيه صلي، يعني إيه كوني قريبة من ربنا. بعد ما خلصت مرحلة المراهقة وخلاص بقيت في ثانوي، في آخر سنة في الثانوي، خلاص بدأت أفهم وبدأت أتعلم، وعرفت إن في حاجة اسمها غشاء بقارة، وإن البنت لو حصل لها اختراق للموضوع دوت هتبقى مش بنت. وعرفت الدنيا حواليا فيها ايه بالظبط. هتقولي انت كنت عايشة ازاي والبنات كلها عارفة كل حاجة؟ اقسم لكم ان انا ما كنت اعرف اي حاجة عن الكلام ده اصلا، ولا كان حد بيوجهني ولا حد بيفهمني ولا في اي شيء. المهم، لما عرفت في تالتة ثانوي الكلام ده، وان في غشاء بكارة وفي جواز ولازم الراجل يشوف البنت يكون عندها غشاء بكارة، انا تعبت، انا اتدمرت نفسيا. سألت امي وقعدت معاها، قلت لها يا ماما حق في كذا وكذا وكذا. قالت لي ايوه طبعا. قلت لها ليه ما قلتليش، ليه ما فهمتنيش، ليه سبتاني ماشية على عماية؟ قالت لي انت حد عمل معاكي حاجة ولا ايه؟ قلت لها لا، وانا من جوايا بتقطع على نفسي وعلى خيبتي. المهم، جيت لما دخلت الكلية، كل يوم والتاني احس ان انا معجبة بشاب شكل زي اي بنت في الدنيا، بدأ يجيلي عرسان. بقيت ارفض ومحدش عارف ايه الحجة والسبب، لحد ما اتعرفت على واحدة صاحبتي في الجامعة، وبصراحة بقربنا من بعض جدا وحبيتها جدا وفي الله وهي حبتني. في الوقت ده انا خلاص بدأت ان انا اصلي واصوم واعرف ربنا واتجه ليه. قلت له يا رب عوضنا عن صبر خير. المشكلة البنت دي حكت لها كل حاجة حرفيا، قلت لها على كل اللي حصل معايا، وقلت لها ان امي ما وقفتش جنبي ولا كانت تعرفني اي حاجة. البنت قالت لي طيب روحي للدكتورة اكشفي. قلت لها ما اقدرش، انا اخاف. قالت لي خلاص افحص نفسك في البيت. طب وده ازاي؟ قالت لي بسيطة، في ممرضة قريبتي هخليها هي تيجي تفحصك في البيت تشوف غشاء البقرة بتاعك موجود ولا مش موجود. انا خفت في الاول وترددت، عرفت منها الطريقة وقلت لها خلاص انا هحاول افحص نفسي بنفسي في البيت، وبلاش شغل الممرضة ده، انا اتحرج اصلا ان انا انكشف عليها. المهم قالت لي هاتي مراية وافتحي جسمك قبالها، والمهم ان انت تقدري تشوفي في غشاء بقرة عندك موجود ولا لا في المنطقة الحساسة. المهم فعلا عملت زي ما هي قالت، وجبت المراية ونمت بطريقة معينة، وحاولت ان انا افتح جسمي من تحت علشان اشوف فيه غشاء بقرة ولا لا. حاولت كتير ما قدرتش ومعرفتش ومش شايفة حاجة، وحتى لو انا شايفة حاجة مش فاهمة حاجة. المهم رحت تاني يوم قلت لها ما قدرتش وما عرفتش ان انا اشوف اي حاجة ومش فاهمة اي حاجة. قالت لي خلاص ما عادش قدامك غير الممرضة اللي انا كنت بقولك عليها، هي شغالة عند الدكتور بتاع نسا وبتعرف في الحاجات دي كويس قوي. قلت لها خلاص ماشي، هعمل ايه، ما انا لازم اطمن على نفسي، مش هفضل في رعب وفي قلق طول عمري. المهم اتفقت مع الممرضة دي في يوم على اما والدتي تخرج من البيت تجيلي وتشوفني. المهم قالت لي خلاص حاضر هجيلك. المهم والدتي اتخرجت، اتصلت على الممرضة دي جاتلي، قالت لي خلاص غيري هدومك وانا هعملك فحص. قلت لها خلاص ماشي. المهم الممرضة يا ريتها ما كانت جات ولا كانت دخلت بيتي من الاساس.
مش عارفة كانت جايبة أدوات إيه معاها، حاجات بتفتح جسم الواحدة من تحت والكلام ده كله. طبعًا أنا ما بافهمش في الكلام ده أي حاجة، فقُلت لها: "ده إيه ده، هو أنا هاولد والّا أنا هاكشف بس على غشاء بكارتي؟" قالت لي: "ده شيء ضروري إن أنا بافتح بيه جسمِك من تحت علشان أقدر أشوف." وجابت لمبة ومش عارف إيه. قُلت لها: "ماشي كل ده وأنا مرعوبة أصلًا." المهم في حاجة رفيّعة طويلة كده اللي هي بتفتح بيها جسم الواحدة من تحت، جيت لقيتها غصبٍ عنها مش عارفة تليفونها رن وهي بتفحص، دخّلت البتاعة دي برّه بدل ما تحطها برّه على جسمي من برّه وتفتح بيه جسمي، دخّلتها على جوّه. في ثواني حسيت إن في حاجة انفجرت جوايا، ولقيت نقط دم كتيرة نازلة. اتصدمت صدمة عمري لما لقيت الدم نازل بالطريقة دي. خفت جدا وقلت لها: ايه ده؟ قالت لي: مفيش ما تقلقيش ومش عارف ايه. اه ده انت لسه بنت وكذا وكذا، ومشت طلعت تجري من الباب. انا خلاص تعبت اكتر واتدمرت اكتر ونفسيتي تعبت اكتر، قلت مستحيل، اكيد في حاجة غلط، اكيد هي عملت فيا حاجة غلط. المهم قلت تاني يوم انا لازم اروح لدكتورة باي طريقة واي شكل، مهما اللي يحصل يحصل لازم اطمن على نفسي. اخدت بعض وتاني يوم سألت على دكتورة. الناس قالوا لي على دكتورة كويسة، زمايلي في الجامعة قالوا لي دكتورة كويسة فعلا، فرحت لها. رحت للدكتورة دي فقلت لها على اللي حصل، قلت انا كنت بفحص نفسي في البيت ونزلت دم وكذا. المهم الدكتورة دي طمنتني وقالت لي: على فكرة ده كده دمرت نفسك بنفسك، خلاص على كده انا حياتي اتدمرت، خلاص فقدت عذريتي. مش عارفة اقول بسبب غبائي ولا بسبب امي اللي طول عمرها كانت مهتمية بنفسها وعمرها ما سألت عني ولا دورت عليا، اللي عمرها ما قعدت معايا وفهمتني وقالت لي ده صح وده غلط وده عيب وده حرام، اللي عمرها ما أمرتني مرة بالصلاة وبالصوم. أمي اللي عمرها مرة ما شفتها بتصلي أو عمرها شفتها بلبسها محتشم، إلا دايما مكياج وبرفان وأهم حاجة نفسها وبس. فهل كده أنا ظلمت نفسي ولا أمي اللي ظلمتني ولا الحياة اللي جت عليا؟ أنا تعبانة ومقهورة بجد من جوايا، تعبانة ومش عارفة أتكلم، مش عارفة أقبل بأي عريس جايلي هقوله إيه؟ أنا مش بنت؟ طب وإيه السبب؟ أنا بقى داخل جوايا مليون سبب، مش عارفة إيه الصح مش عارفة إيه الغلط، مش عارفة أتكلم أقول إيه، مش عارفة أقبل بأي عريس إزاي، وفي نفس الوقت عايزة أعيش زي كل البنات، عايزة أحب وأتحب، عايزة أتجوز وأكون أم وأكون زوجة، لكن أنا دمرت حياتي بنفسي. فهل أنا غلطانة؟ أنا عارفة إن أنا غلطانة وغلطت وبغلط، بس أنا بشر وكل الناس بتغلط وربنا بيسامح وبيغفر. عايزة أرجع تاني أصلي، عايزة أعرف ربنا، عايزة أقرب أكتر من ربنا، فربنا هيسامحني على اللي أنا عملته في نفسي. أنا بجد ندمانة ندم عمري على اللي أنا عملته في نفسي وفي حياتي، وكمان بدعي على أمي في قلبي، حاسة إن قلبي بيدعي عليها وبقول إن هي السبب في اللي أنا فيه، لأن هي ما وعتنيش زي كل أم ما بتقعد تفهم بنتها، وما خافتش عليا زي ما كل أم بتخاف على بنتها. فياريت تشوروا عليا وتقولوا لي أعمل إيه، أخلي ربنا يسامحني إزاي ويغفر لي ذنبي. قولوا لي أعمل إيه في مصيبتي الكبيرة اللي أنا فيها ومش قادرة أتكلم ومش قادرة أفاتح حد ومش عارفة مش قادرة أعرف أي حد. واستودعكم الله. دي كانت مشكلة بنتي، قصة حقيقية من واقع الحياة علشان تكون عبرة لكل الأمهات. الأم اللي مشغولة بنفسها عن بناتها، الأم اللي متقعدش مع بناتها وتحكي لهم وتتكلم معاهم وتفهمهم ده صح وده غلط وده عيب وده حرام، الأم أصلا اللي الزوج بيقبل إن هو يتجوزها وهي ست ما تعرفش ربنا ولا تعرف ملة ولا دين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في أمان الله. وياريت ما تبخلش عليا اللايك واشتراك في القناة وتفعيل زر